لما واحدة تدخل عندي القناة وتشوف فيديو، تتفرج عليه كده وتتابعه وتوصل لمرحلة معينة في الفيديو كده، وتلاقي الكم بتاعي ممكن يكون لامس العجينة لامس الحلة، وتكتب لي كومنت سخيف جدا اللي هو انت يعني من كتر جمال ايديكي قوي خايفة، خايفة لجمال ايديكي يطلع في وشنا فكمك متدلي او كمك نازل في العجين. من اسوأ او اسخف الكومنتات او التعليقات اللي جات لي بصراحة. مش دايما برد على التعليقات السلبية او الكومنتات السلبية لانها بفضل الله دايما قليل لما بتجيلي يعني. بس الكومنت ده استفزنا قوي يعني. لا، انا الحمد لله مش محتاجة انك تقولي من كتر نظافتك الحمد لله الحمد لله، والكل يشهد ان انا نظيفة جدا. شغلي نظيف جدا، الادوات اللي بستخدمها نظيفة جدا، واكلي نظيف جدا الحمد لله. مش محتاجة كومنت سخيف من عندك. بالنسبة بقى للكم بتاعي اللي ممكن يكون نازل على ايديا او مش من جمال ايديا مخبياها. لا، انا مخبيه ايديا او مغطية، يعني انا ظاهرة كف ايدي، لكن مش محتاجة ان انا دراعي يظهر، مش محتاجة ان انا مثلا مكان من دراعي يظهر علشان خاطر اوصل لك المعلومه. انت كده كده داخله مش عشان تتفرجي على ايدي، ولا داخله تشوفي انا لابسه ايه، ولا داخله تشوفي انا ايه اللي في ايديا. انت داخله تتابعي وصفه. تمام. كومنتك بقى ان انا مغطيه ايديا او ان انا الكم بتاعي نازل في العجين، معلش ما هو مش علشان خاطر سيادتك ومش عشان خاطر العجينه تتعجن معايا. كده كده العجينه معجونه كويس جدا والوصفه طالعه كويس جدا. لكن بالنسبة ان انا ايديا تبان مش هتنفعني سيادتك يعني. انا يعني ايدي كف ايدي ظاهر، لكن لو غصب عني حتة من دراعي بانت صدقوني يعني ببقى متضايقة جدا. مش عشان خاطرك ولا عشان خاطر حاجة، عشان خاطر انا مش حابة اتحاسب وكل واحد حر. انا مش حابة اتحاسب على حاجة ملهاش لازمة، وملوش لازمة ان انا اشمر ايديا واعجن قدامك. انا كل اللي انا بعمله او كل اللي انا بكون قصداه اني اوصل لك معلومة. لكن مثلا لما تقولي والله ما انا مكمله الفيديو ده فيديو مقرف، او الوصف، مش هي مش قالت على الوصف عشان ما اظلمهاش، قالت الفيديو مقرف، والله ما انا مكمله عنك، ما كملتي. عنك انت وامثالك ما كملته. اللي زيك ما يلزمنيش ان هو يدخل قناتي، اللي زيك ما يلزمنيش ان هو يدخل مطبخي. تمام. كومنت برضو كان جالي حد بيقول لي كنت انا عملت قبل كده برضو وصفه مكرونه زي دي. حد يقول لي يا ده انتوا ستات فاضيه، حتى المكرونه عملتوها، ايوه انا فاضيه. وعلشان اشغل نفسي عملت محتوى اعلم فيه البنات اللي لسه بتتعلم الطبخ. انا بنتي وبنتي ما شاء الله يعني برضو بفضل الله ربنا يحميها يعني، وبناتكم جميعا بتدخل المطبخ احيانا. ممكن داخله تعمل طبق مكرونه او داخله تعمل وصفه سهله جدا، فبتروح فاتحه النت وتعمل بحث عن الوصفه اللي هي بتعملها، وبتعمل بتتعلم. فانا مش محتاجه حد سخيف برضو يجي يقول لي انتوا فاضيين لدرجه حتى المكرونه بتعملوها. ايوه المكرونه هعملها والرز هعمله وكل حاجه بسيطه وسهله انا هعملها. من الحاجات اللي بتفرحني دايما ان المحتوى بتاعي يا جماعه محتوى، بصوا اللي هو شفتوا الطبقه اللي هي عايزه اقول لكم اكتر طبقه، يعني اللي هو الطبقه العاديه، مش الطبقه العاليه، ويعني اللي هي الطبقه المتوسطه. ومش عايزه اقول لكم الحمد لله على كل حال. كل واحد بيكون واصل لمرحله ايه حياته يعني. بس انا المحتوى بتاعي يا جماعه المحتوى اللي الكل يقدر يعمله، المحتوى اللي ما فيهوش تعقيدات، المحتوى اللي ما فيهوش والله العظيم لما بشوف وصفه، الوصفه ديت حلوه وراقيه الاقي المكونات بتاعتها صعبه على المشاهد او صعبه على الجمهور ان هو يجيبها، والله بركنها على جنب، وممكن حتى اعملها ما اصورهاش، علشان خاطر انا عايزه اعمل حاجات او اعمل وصفات الكل يقدر يعملها. بشويه بصل، بشويه طماطم، بشويه مكونات بسيطه عندك في تلاجتك هتعملي وصفه حلوه قوي. بشويه مكونات مقدار بسيطه تقدري تعملي وصفه ولادك يحبوها. ده مبدئي. لكن بالنسبة بقى للكومنتات السخيفة أو التعليقات السلبية، والله هي ما بتفرقش معايا كتير. وأحيانا بكون عايزة أرد وأحيانا تلاقيني حذفت الكومنت، وأحيانا سبحان الله يعني كده. لكن لا، أنا حبيت إن أنا أعلق على الكومنت ده، خاصة إن أنا الحمد لله
معايا متابعين حلوين قوي على فيسبوك، وكمان معايا متابعين محترمين جدا جدا، وانا بدايتي كانت على اليوتيوب، وكل واحده دخلت عندي على اليوتيوب فجملها فوق راسي من فوق، دخلت كتبت كلمه حلوه وكلمه شجعتني بيها، ربنا يجازيها خير. الحمد لله الحمد لله، والكل يشهد ان انا من ساعه ما دخلت اللي هو بقالي 7 سنين على السوشيال ميديا، الحمد لله ما خدتش حاجة من حد، الحمد لله ما قبلتش هدية من حد. انا داخله بقدم محتوى، وكانوا اللي ببعتوا لي على الخاص احنا عايزين نبعت لك هديه، اقول لهم هديتي الكلمه الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي في الكومنتات، هديتي ان انا اعمل وصفه وتجربوها وتطلع معاكم حلوه، وترجعوا تكتبوا لي كومنت تقولوا ان الوصفه نجحت معاكم. تمام. لكن الحمد لله انا ماشيه بما يرضي الله، بحاول على قد ما اقدر امشي بما يرضي الله. آه اكيد كلنا ممكن اكون قصرت في حاجه، او شغلي جه عليا في حاجه. الكلام ده كله بحاول على قد ما اقدر اصلا حياتي الشخصيه بعيدها عن المحتوى اللي انا بقدمه، لان انا محتوايا طبخ، وانا محترمه محتوايا جدا جدا. فمش هتيجي معلش واحده ملهاش لازمه، واحده قاعده فاضيه ملهاش شغلانه اصلا، يعني بتهيألي اللي بتتكلم عن النظافه ديت هتلاقي مطبخها معفن، اسفه في اللفظ. شقتها هتلاقيها معفنه برضو، وتلاقيها قاعده كده 24 ساعه تتفرج، ومش هتتخرج اصلا من تحت ايدها وصفه عدله. تمام. لكن والله انا حبيت ان انا افضفض معاكم في الكلمتين دول، خاصه ان انا بعمل وصفه سهله جدا وبسيطه، حابه ان اكل فراخ خفيفه كده مع شويه مكرونه. فقلت لا مش هطلع ارغي بس وخلاص، انتوا عارفين كل المكونات اللي انا ضفتها على الوصفه. عملت معاكم المكرونه اللي كتير قوي مستقل منها. على فكره المكرونه سهل جدا ان هي تفشل مع اشهر طباخين. المكرونه من الاكلات اللي فعلا فعلا تكات بسيطة أوي بتفرق، بتنجحها أو بتفشلها. ده بالنسبة اللي داخل يقول لي حتى المكرونة بتعملوها، ده محتوى يا جماعة. أنا ما بشدش حد من بيته كده وأقول له ادخل ادخل شوف الفيديو. أنا بكون حاطة صورة مصغرة للوصفة اللي أنا عاملاها في الفيديو. لو عاملة مكرونة بتلاقي المكرونة في وشك قبل ما تدخلي الفيديو، لو عاملة فراخ بتلاقي الفراخ في وشك قبل ما تدخلي الفيديو، لو عاملة فطير بتلاقي الفطير في وشك قبل ما تدخلي الفيديو. يعني مش محتاجة بقى إنك تدخلي سيادتك وتتكرمي عليا وتقولي كلمة ملهاش لازمة. تمام. ده بالنسبة للكومنتات السلبية، وإن شاء الله يعني كلنا يعني بلا استثناء نحاول إن احنا نتقدم. كلامكم مش هيوقفني، لأن كلامكم مش فارق عندي، بس حبيت إن أنا أوضح الكلمتين دول، ولعل وعسى حد من اللي عقلياتهم فعلا أنا بسميهم عقلية بسيطة. انت مش داخلة تشوفي وصفة، انت داخلة تتريقي على خلق الله. ربنا يهديهم وربنا يهدينا. و وبص حابه اشكركم والله بجد، يعني حابه اشكركم جدا. طيب هقول لكم على حاجه كمان يمكن القريبين مني عارفينها، انا جالي برامج كتير على التلفزيون على فكره، وكتير منهم اصلا يعني لما عرفوا ان انا منتقبه خلاص بيرجعوا في كلامهم. عمر ده ما هز مني حاجه، لان بفضل الله مش محتاجه شهره، بفضل الله مش محتاجه ان انا اظهر على التلفزيون. انا محتوايا هنا بقدمه من سنين، مش محتاجه يعني ما شاء الله. قناتي على اليوتيوب كانت عاملة 1,300,000 متابع. صفحة الفيس هنا ما شاء الله عاملة 260,000 متابع. ربنا ما قدرليش ان القناة بتاعت اليوتيوب الكبيرة بتاعتي تكمل معايا لحد هنا، بدأت من جديد وبرضه هنجح ان شاء الله بوجودكم. وبس كده.